اسم الشباب والرياضيين في إفريقيا والعالم أجمع، وتحت راية التسامح والتعايش والقيم السامية التي يحملها الرياضيون في محافل الألعاب الأولمبية وفي مضامير التألق والفرح وإعلاء الرايات في المنافسات الجهوية والدولية. باسم إفريقيا المستقبل، قارة النهضة شبابها الحامل لروح التحدي والأمل. باسم الجزائر، بلد المجد والشباب والتضحيات والطموح وموطن الوفاء لإفريقيا، وعلى أرضها ملعب لنيلسون مانديلا الذي يرمز لعمق الجزائر الإفريقي والتزامها الكامل بقضايا القارة، ويعبر عن جزائر الإنجازات، الجزائر الناهضة المنتصرة. ونيابة عن رئيس الجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية السيد مصطفى براف، أتشرف بأن أعلن عن قرار أعضاء مكتبنا التنفيذي لجمعية اللجان الأولمبية الأفريقية أكنوا وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية CIO منح الوسام الذهبي، وسام الاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول. أعلن عن منح هذا الوسام لفخامتكم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، تقديراً لرعايتكم السامية للشباب والرياضة، وعرفاناً وامتناناً لسهركم على مساهمة الجزائر في نهضة إفريقيا وتألق شبابها ورياضييها وطنياً وفي المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. سوف أدعو عميد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من إفريقيا ورفيق المناضل الإفريقي الزعيم نيلسون مانديلا السيد سام رمسامي لتقديم وسام الاستحقاق، كما أدعو أن يرافقه السيد هابو جوميل أحمد رئيس اللجنة الأولمبية لدولة نيجيريا، العضو الفخري للجنة الأولمبية الدولية وأمين مالي اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، ليتقدم بتقديم هذه الهدية الرمزية التي تعبر عن جزيل امتناننا. On behalf of the very beautiful. Vive l'Afrique. Long live Africa.